والتوبة أركانها 3 وبيكون في ركن رابع لو في حق من حقوق العباد. فتوبتك لازم تكون مكتملة الأركان، تكون ندمان على فعل الذنب، إن أنت تقلع عن الذنب بأسبابه، إن أنت تعزم على عدم العودة، خلاص مش بتجرب إن أنت تبطل، لأ الموضوع منتهي. ولو في حق من حقوق العباد ترجع لهم حقهم. وهنا في نقطة مهمة جدا. ممكن واحد يجي يقول لك طيب لازم التوبة بتاعتي تكون توبة نصوحة، يعني ما يكونش عندي ذنب في حياتي خالص؟ ما هو ده مش منطقي. يعني كلنا بنغلط، كل ابن آدم خطاء. أقول له أيوة صح، احنا مجبولين على ده، احنا مخلوقين كده، ولكن لازم تبقى فاهم ان انت ما ينفعش تستقيم على الصراط المستقيم، تستقيم في الطريق إلى الله عز وجل وانت في حتة منك في الطريق المعاكس. يعني ايه؟ التوبة يا جماعة طريق ربنا، طريق الجنة. الطاعة طريق ربنا، طريق الجنة. والمعصية الطريق المعاكس. وما ينفعش الإنسان الواحد يمشي في الطريقين في نفس الوقت. تيجي تقول لي أيوة ماشي ممتاز، يعني أنت بتقول كده إن أنا المفترض إن أنا أكون معصوم. لأ والله ده مش قصدي تماما، بس أنا قصدي إن أنت مش هتعرف تستقيم وتثبت وتأسس الطريق إلى الله عز وجل إلا لو كانت حياتك إجمالا ما فيهاش ذنب أنت مصر عليه.